كلاكيت رابع مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن موضوع لطيف بسيط، فإن شاء الله الفيديو مش هيبقى طويل. بالحديث عن مدة الفيديو. الناس اللي كانت بتقول لي أجزأ المعلومات أعمله على أجزاء، أنا ضد الفكرة دي، عشان أنا هدف في الأول وفي الآخر إني بشارك معلومات مع ناس عايزة تساعد نفسها فعلا. فاللي عايز يساعد نفسه فعلا هبقى عارف إن هو لو قعد ساعة بيتفرج على فيديو هيستفيد منه أو مستفيد منه، ده ولا حاجة يعني. ده قشطة. الشخص اللي بيبقى عايز يساعد نفسه بيعرف إن الموضوع هياخد وقت أطول من كده، فساعة تمام. دي أول حاجة. تاني حاجة، نفس الشخص ده لو لقى إن المحتوى أو الموضوع متقسم على أجزاء، فأولا ده هيصعب عليه استيعاب المعلومة بشكل كامل. ثانيا، الله أعلم هو هيشوف أول جزء هيفتكر يشوف تاني جزء ولا لأ، عقبال ما يشوف التاني هيبقى افتكر الأولاني ولا لأ، حاجة هتحصل في النص. فإن هي كلها تبقى في فيديو واحد، أنا شايف إن دوت أحسن. ويعني ده رأيي الشخصي وتجربتي الشخصية بأمانة، فدي طريقتي. المهم، بالنسبة للصوت تاني، أنا قريب خلاص هجيب مايك. أنا غيرت اللوكيشن المرة دي عشان إن شاء الله ده يبقى أحسن في الصوت. آه العادي بتاعنا، أنا مش دكتور نفسي، أنا مش أخصائي نفسي، أنا ماليش علاقة بعلم الأعصاب ولا درسه. أنا شخص مر بشوية مواقف خليته يسأل نفسه شوية أسئلة، فحاول يفهمها من منظور علمي عشان التنمية البشرية ما جابتش معايا سكة. فالمهم، النهاردة هنتكلم عن موضوع لطيف، ألا وهو إحنا بنعمل إيه وإحنا ما بنعملش حاجة، أو كما هو معروف علميا الديفولت مود نتورك، شبكة الوضع الافتراضي. المصادر هتلاقوها على يوتيوب في الديسكريبشن، اللي بيتفرج على تيك توك لينك يوتيوب موجود في البايو. ما لقيتش مصادر بالعربي ولا لقيت مصادر بالانجليزي كفيديوهات تكون بسيطة. فاضطريت ان اقعد اقرا مقالات واوراق بحثية علمية، والموضوع كان لذيذ جدا، فهسيبها لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو عادي جدا. لسه شغال على موضوع ان اعمل الفيديوهات ديت بودكاست عشان تبقى صوت بس، فانت مش محتاج تشوفني. ممكن تقلب الموبايل على وشه او اعمل اللي تعمله، ما انت مش محتاج تشوفني. خلينا ندخل في الموضوع. احنا هنتكلم النهارده عن تعريف ال DMN والنقيض بتاعتها، حاجه اسمها CEN ووظيفه كل شبكه منها. هنتكلم على ال DMN من منظور علم الاعصاب وعلم النفس وعلم الاجتماع. هنتكلم عن التاثير الايجابي والسلبي للشبكه ديت وعلاقتها بامراض نفسيه وعقليه. هنتكلم على الفوائد اليوميه الملموسه لما نفهم وندرك ايه هي ال DMN. هنتكلم على علاقة الشبكة ديت بالعادات والأهداف. هنتكلم وهشارك معاكم تجربة علمية حصلت، والتجربة ديت تقدر تطبقها على نفسك عشان تشوف هل الشبكة ديت عندك بتفيدك ولا بتضرك. لو بتفيدك تعززها ازاي، لو بتضرك تحسنها ازاي. انا هلتزم بقدر الامكان بالسكريبت النهارده لان بجد الموضوع بسيط، فانا مش عايز ابقى بتشعب في الكلام فالدنيا تطول اكتر من اللازم. خلينا ندخل في الموضوع. اولا، شبكه الوضع الافتراضي ال DMN ديت الشبكه المسؤوله واللي بتشتغل في دماغنا في مخنا لما بنبقى قاعدين مش بنعمل حاجه. الشبكه ديت هي 3 اجزاء في المخ، هنجيلهم كمان شويه. وظيفتها ان هي بتبدا، هي مركز الأنا بتاعك، فهي بتبدأ تركز في شخصيتك في صفاتك. هي اللي بتبقى مسؤولة عن حوارك الداخلي مع نفسك، هي اللي بتبقى مسؤولة عن التزامك بعاداتك وأهدافك، هي اللي بتبقى مسؤولة عن علاقاتك أو تحليلك لعلاقاتك بالناس اللي حواليك. وبرضه جزء من المسؤولية بتاعتها بيبقى إن هي تراجع ذكرياتك وتبدأ تربطها ببعض. فديت مركز في المخ، مكان في المخ هو حدسي فقط، حدسي علمي، مبني على الحدس مش على أدلة، أو حتى لو مبني على أدلة بس هو مش مبني على عالم ملموس. على عكس شبكة التحكم المركزية أو ال CEN Central Executive Network. ديت الشبكة اللي بتبقى مسؤولة عن المهام الخارجية، وأنت بتعمل حاجة وأنت بتشتغل وأنت بتعمل حاجة بإيدك. الشبكة دي بتبقى مسؤولة عن إدراكك الحسي في لحظتها. والمفروض الشبكتين دول علميا معروف إن هما مش بيشتغلوا سوا، واحدة بتشتغل والتانية بتبقى واقفة. أنت قاعد ما بتعملش حاجة، قاعد سرحان، قاعد في المواصلات، قاعد مستني المية تغلي عشان تعمل كوباية شاي، قاعد بتعمل حاجة مش متطلبة منك جهد ذهني فعلي، ده بتبقى شغالة. الشبكة التانية بتشتغل لما بتبقى قاعد بتشتغل، بتلعب رياضة، بتتمشى، قاعد بتركز على حواسك، بتشتغل. فالاتنين ما بيشتغلوش سوا. لما بيشتغلوا سوا بيحصل أمراض نفسية وذهنية هنحكي فيها كمان شوية. ولكن النقطة التانية بتاعتنا الموضوع من منظور العلم. علم الأعصاب قال لك الشبكة ديت هي تعتبر السنترال هاب بتاعت
الانسان او المحور المركزي بتاعت مخنا، وهي مكونه من 3 اجزاء. اول جزء القشره الجبهيه الانسيه، وديت هي غرفه اداره الانا، او ده المكان بتاع الايجو. المكان ده بيبقى مسؤول عن التفكير في نفسك، التفكير في صفاتك، عيوبك، ومقارنه نفسك بالاخرين. الجزء التاني هو القشرة الحزامية الخلفية والوتد، والجزء دوت هو أرشيف الذكريات بتاعتك. الجزء دوت هو اللي بيبقى مسؤول عن إن هو يفتكر ذكرياتك، يربطها ببعضها ويبدأ يخزنها. الجزء التالت الفصيص الجداري السفلي، وده بيبقى مسؤول عن دمج المعلومات الحسية مع الذكريات. أغلبنا عارف إن هو ساعات لما بيفتكر ذكرى بيبدأ يفتكر ريحتها، بيبدأ يفتكر ألوانها، بيبدأ يفتكر هو كان لامس إيه ساعتها. فده الجزء اللي مسؤول عن كده. شوية كلام لطيف كنت كاتبه، إن العلماء اكتشفوا إن المخ البشري بيستهلك حوالي 20% من طاقة الجسم كله في الحالة ديت. وهنا الفكرة كلها إن ال CEN اللي بيبقى مسؤول عن حل المسائل المعقدة، لما بيبدأ يشتغل المخ بيستهلك من 1 ل5% طاقة زيادة. يعني وانت قاعد سرحان ما بتعملش حاجة، فانت مخك بيشتغل، او الجزء ده في المخ بيشتغل بنسبة 20%، بيستهلك طاقة 20%. لما بتيجي تركز في حاجة النسبة بتزيد، بتبقى من 21 ل25%، فالزيادة مش كبيرة. وده هنا خلينا ناخد بالنا من فكرة ان وانت قاعد ما بتعملش اي حاجة فانت مخك شغال. ده ليه علاقة بالأوفر ثينكينج، وده موضوع هنجيله كمان شوية. في الأبحاث الحديثة لقوا إن في مواد لما بتدخل الجسم بتأثر على ال DMN، وتأثيرها دوت بيخلي الإنسان يدخل في حاجة معروفة واتشهرت مؤخرا، بالذات في الجزء الخاص بالطاقة السايكيديليك سيلف اويرنس، والترند بتاعت الوعي الذاتي والايجو وما الى ذلك. المهم العلماء اكتشفوا ان في مواد معينه مش هنذكر اساميها لما بتدخل جسمنا بتاثر على المستقبلات والنواقل بتاعت ال3 اجزاء دول كلهم اللي بيكونوا الDMN، بيسببوا ايجو ديث او موت الانا. هنا اللي بيحصل في الحالة ديت لقوا إن الإنسان يعتبر شبه بيفقد شعوره بهويته، بيفقد شعوره باسمه بذكرياته، وبيبدأ يحس إن هو بقى كائن واحد في الكون. دي حالة ليها إيجابياتها وليها سلبياتها، بنقدر يعني سجل علميا إن الإنسان بيقدر يوصل لها بدون تدخل مواد كيميائية، بس أغلب الناس بتحتاج تدخل مواد كيميائية، ولكن ده مش النقطة المهمة في كلامنا دلوقتي عشان ما نروحش في داهية. المهم ده كده كان أول منظور علم الأعصاب. هما 3 أماكن، كل مكان مسؤول عن جزء، ال3 أماكن دول بيتواصلوا سوا وإحنا قاعدين ما بنعملش حاجة. طب علم النفس بيقول لنا إيه؟ علم النفس بيقول إن الشبكة ديت في المخ هي المسؤولة عن حوارك الداخلي، أو المسؤولة عن السيلف ريفرنتال بروسيسنج، التفكير الموجه نحو الذات. وحاجة تانية برضو في علم النفس اسمها السفر العقلاني عبر الزمن، أو المنتال تايم ترافل. مسؤول عنها إزاي؟ طول ما أنت مفيش حاجة شغلاك بمحيطك اللي حواليك، فأنت حوارك الداخلي بيبدأ يتنقل ما بين الماضي والمستقبل. وسبحان الله الإنسان هو الكائن الوحيد المسجل علميا إن هو ما يقدرش يعيش في دلوقتي بدون مجهود. أي كائن تاني معروف بيقدر يبقى حاضر في اللحظة الحالية في الحاجة اللي هو بيعملها دلوقتي من غير ما يحتاج ان هو يركز فيها. احنا كبشر عشان عندنا عقل ووعي، فاحنا بنحتاج ان احنا نحط مجهود في ان احنا نركز في دلوقتي. فعلم النفس بيقول لك ان الشبكة ديت هي المسؤولة عن ان هي تسحبك للماضي بتاعك، بانك تقعد تتسحل في ذكرياتك، في ربطها ببعضها، في انك تفكر في هو فلان دوت كلمني كده ليه، طب انا الموقف ده والموقف دوت حصلوا كذا مرة، طب ده معناه ايه، طب انا ندمان على كذا وما الى ذلك. وفي نفس الوقت نفس الشبكة ديت في علم النفس مسؤولة عن التفكير في المستقبل، هي اللي بتساعدك المفروض انك تخطط لمستقبلك، تخطط لأهدافك، وإلى حد ما بتساعدك انك تتنبأ وتفكر في المواقف الوحشة اللي ممكن تحصل. تمام، فاحنا كده عرفنا منظور علم الأعصاب وعلم النفس. علم الاجتماع بيقول لك ان ال DMN او الشبكة ديت ليها وظيفة مهمة في الحياة وفي التعامل، تقع تحت نظرية اسمها Theory of Mind أو نظرية العقل. بما ان احنا بشر والانسان بطبيعته كائن اجتماعي، فالشبكه دي الاداه اللي بتخليك وانت قاعد لوحدك قادر تحلل تعاملاتك مع الناس، وقادر تحلل تعاملات الناس معاك. يا هتحللها بشكل ايجابي يا هتحللها بشكل سلبي. شكل ايجابي ازاي؟ انك تفهم والله انا فلان دوت اتضايق مني في الموقف دوت، فهو
ما اتضايقش مني لفظيا، ما قاليش ان هو متضايق مني بس وشه باين ان هو متضايق، فده ممكن يكون بسبب ان انا عملت واحد اتنين تلاته فمش هعملهم تاني. ده الشق الايجابي. الشق السلبي ان هي بتحطك في حاله انك قاعد بتفكر في تفاصيل الامور في تعاملاتك مع الناس، فده بيسحلك انك ما بتبقاش قادر تتعامل معاهم بشكل صحيح. فده منظور التلاتة: علم النفس، علم الاجتماع، وعلم الاعصاب. التلات مناظير دول، تاني، انا واحد من الناس المؤمنه ان عشان نقدر نتعامل ونفهم نفسنا بشكل صح فاحنا لازم نفهم الى حد ما العلم بيقول ايه، لانه العلم اصلا بيقول لك في الاول، بالذات علم النفس، انك ادراك الامور وتسميتها هو اولى خطوات العلاج. فاحنا كده الحمد لله قدرنا نفهم الشبكه ديت بتعمل ايه من منظور علم الاجتماع، علم النفس، وعلم الاعصاب. ايه بقى تاثير الشبكه ديت على الامراض النفسيه؟ وده موضوع انا قعدت افكر هل احطه ولا ما احطوش، ولكن مهم ان انا احطه لان الله اعلم احنا ممكن نكون بنمر بحاجات واحنا مش واخدين بالنا منها. فانا هحطه لو حد حس ان في حاجه من الحاجات ديت بتحصل له، هيحتاج ان هو يتابع مع دكتور نفسي او اخصائي نفسي. لو محتاج مساعده انك توصل لدكتور نفسي او اخصائي نفسي كويس، سيب لي في الكومنتات، انا اعرف مكان ممكن ارشحك له. ده مش اعلان، ده بس يعني ايه، انا استفدت من المكان ده في فتره ما في حياتي، فاحب ان الناس تستفيد زي ما انا استفدت. التأثيرات السلبية النفسية من الجزء دوت بتتجه لشقين: أول شق الجزء لو نشط زيادة عن اللزوم، تاني شق الجزء لو مش نشط زيادة عن اللزوم. أنا هحاول أقرأ الكلام عشان الكلام ده هنا علمي جدا، فأنا مش هحب أسترسل فيه، أنا هحب أحافظ عليه زي ما هو. تاني المصادر كلها هتلاقيها في الديسكريبشن. لو الشبكة ديت نشطة زيادة عن اللزوم ممكن تسبب حاجة من تلاتة: يا إما اكتئاب، يا إما قلق، اضطرابات قلق ووسواس قهري، يا اما PTSD، اضطراب ما بعد الصدمه. اكتئاب ازاي؟ قال لك الدماغ الطبيعيه لما بتيجي تركز في حاجه خارجيه المفروض الشبكه دي بتطفي، زي ما احنا قلنا الشبكتين مش بيشتغلوا سوا، فانت لما بتركز على فعل خارجي شبكتك الداخليه بتهدى. في دماغ مريض الاكتئاب الشبكه دي ما بتطفيش مهما كان حصل ايه. الابحاث اثبتت انه بيحصل ترابط قوي زياده عن اللزوم بين الشبكه ديت الDMN ومنطقه في المخ اسمها الاميجدلا، دي كنت اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات، او اللوزه العصبيه، وديت مركز الخوف والمشاعر السلبيه. بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه ان اي ذاكره عاديه الDMN، شبكه الوضع الافتراضي، بتسترجعها وتستدعيها وتبدا تفكر فيها، الاميجدلا بتقوم جايه على طول حط عليها طبقه من الحزن والخوف، فبيدخل مريض في حاله رومينيشن او الاكترار للماضي، سوري، الاكترار المرضي. المخ هنا بيفضل يعيد ويزيد في الذاكرة بصبغة سلبية حزينة نكدية، وبيرفض انه يبص للأمور بشكل واقعي. فده أول عرض لو هي شغالة زيادة عن اللزوم. تاني ضرر، أو ده كان أول ضرر، تاني ضرر الانكزايتي والOCD. الشبكة ديت هي زي ما احنا قلنا هي مسؤولة عن ان هي بتحاكي المستقبل وتحاول تعيشك فيه دلوقتي، وبتفكر في الماضي وبتحاول تترجمه معاك. في حالات الOCD والانكزايتي الشبكة دي بتبقى شغالة بشكل برضو مفرط، فاللي بيحصل ان الشبكة بتفضل شغالة بشكل مبالغ فيه عشان ترسم لك سيناريوهات ما حصلتش وسيناريوهات مش بتحصل. سواء بقى انت داخل على امتحانات فهي بتبدأ تركز لك، ممكن توصل لدرجة انها تركز لك بأدلة انت ليه هتفشل في الامتحان ده. ممكن تدخل معاك في حالات الوسواس القهري ان انت في حد بيراقبك او حاسس ان انت هيجيلك مرض هتموت بيه. فالDMN هنا بتفضل معلقة في لوب، في حلقة مفرغة من الأفكار الإلحاحية اللي بتدمر سلام الإنسان، وما بيقدرش يفصل الأفكار دي لأن الشبكة بيبقى فيها نشاط زيادة عن اللزوم. اضطرابات ما بعد الصدمة، الناس اللي بتمر باضطرابات عنيفة زي حوادث أو حروب، الشبكة ديت بتعمل ما يسمى ب أو ما يشبه به التندب العصبي. بتسيب زي جرح في العصب. ألبوم الذكريات الخلفي اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية، الجزء اللي بيسترجع فيه الذكريات بتاعتك مع مركز الأنا، بيدخلوا في حالة تواصل
زيادة عن اللزوم على هيئة فلاش باكس أو كوابيس مستمرة. المريض هنا ما بيقدرش يفصل الماضي عن الحاضر، والدي ام ان بتخليه يعيش الصدمة اللي حصلت من سنين كأنها بتحصل حالا دلوقتي. في شق رابع الأبحاث مؤخرا توصلت له إن النشاط الزايد في الثلاث أماكن دول في المخ أو في الشبكة ديت بيكون له تأثير على مرض الزهايمر، بس ده موضوع لوقت آخر. فده لو الشبكة دي زيادة عن الطبيعي. طيب لو فيها خمول، بيبقى عندك 4 أو 3 أمراض تانيين: مرض الفصام، مرض اضطراب الطيف التوحدي أو الأوتيزم سبيكترم ديس أوردر، واضطراب التشتت وفرط الحركة ال ADHD. في الاسكيزوفرينيا مريض الفصام هنا الخط الفاصل بين شبكة ال DMN وشبكة التركيز الخارجي ال CEN بينتهي تماما، بيتلاشى. الشبكتين بيشتغلوا مع بعض في نفس الوقت وبشكل عشوائي. ده معناه ايه؟ معناه ان المريض لما الشبكة الداخلية بتاعته أو الدي ام ان شبكة الوضع الداخلي بتاعته بتنتج خاطرة داخلية بتسترجع الماضي وتبدأ تفكر فيه، أو بتحلل الذكريات وتربطها بالمستقبل، وشعورك ساعتها أو حواسك ساعتها آه مخ الشخص ساعتها ما بيقدرش يستوعب إن الأصوات ديت داخلية، لأن شبكة الإدراك والتركيز الخارجي بتتحكم مع شبكة الوضع الداخلي او الدي ام ان، فبيترجم الصوت الداخلي ده على انه صوت حقيقي جاي من بره او حد بيكلمه، وهنا بتنشأ الهلاوس السمعية والضلالات. اضطراب الطيف التوحدي او الاوتيزم سبيكترم ديس اوردر، العلماء وجدوا ان المصابين بالتوحد عندهم ضعف ترابط ملحوظ داخل مراكز الدي ام ان، وتحديدا في المناطق المسؤولة عن التعاطف الاجتماعي. الخلل التشريحي ده بيشرح لنا علميا ليه مصاب التوحد بيبقى عنده صعوبة بالغة في قراءة تعبيرات وشوش الناس أو تخمين مشاعرهم، لأن الدي ام ان مش قادرة تعمل محاكاة مرنة لعقول الآخرين. آخر حاجة اضطراب ال ADHD. في ال ADHD المشكلة بتكون في الزراير أو المحولات أو شبكة معينة في المخ. المفروض الشبكة ديت هي اللي بتطفي ال DMN وبتشغل ال CN، أو بتطفي شبكة الوضع الافتراضي وبتشغل شبكة التركيز الخارجية لما الشخص يجي يعمل مهمة، لما الشخص يجي يشتغل، يركز في موضوع خارجي، يركز في أي حاجة هو بيعملها بشكل فعلي بشكل جسدي. المهم اللي بيحصل عصبيا ان ال DMN بترفض تنطفي وتفضل تعمل تسريب لأفكار، سرحان ومضات من الماضي غصب عن الشخص، وبيحاول يركز وهو بيحاول يركز أو يذاكر، فبيشتت الانتباه. أنا ليه حبيت أذكر الأجزاء ديت؟ عشان جزء من وعينا بنفسنا هو جزء من وعينا بمشاكلنا، ووعينا بمشاكلنا مش هيجي لو احنا مش عارفين بوجود المشاكل، وحتى لو بقينا عارفين وجود المشاكل فإلى حد ما مش هنبقى عارفين أو مش هنبقى مدركين بشكل كامل هي المشاكل دي موجودة فينا ازاي. الموضوع يعني بالنسبة لي الإنسان عامل زي طبق السلطة. أنا ممكن اقول لك خد دوق السلطه ديت فانت تاكلها، فاقول لك طب هي السلطه ديت مكوناتها في ايه من ايه، فانت هتقول حاجه اتنين، طب هتقول في حاجه ما عجبتنيش فيها، طب ايه اللي ما عجبنيش؟ انت عشان مش عارف الاطعم بشكل منفرد فانت مش قادر تقول اللي مش عاجبك. نفس الوضع مع فهمنا لنفسنا. احنا لو مش قادرين نسمي كل حاجه جوانا بمسماها فاحنا مش هنقدر نقول ايه اللي مش عاجبنا في نفسنا، ايه اللي محتاجين نغيره في نفسنا، وايه اللي بيكعبلنا عن طريقنا اتجاه نفسنا اللي عايزين نوصل لها. فانا حبيت اذكر شويه الامراض ديت وتعلقها بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، لعل وعسى لو اي شخص حاسس ان هو عنده مشكله من المشاكل ديت انت محتاج مساعده فعليه. انت مش محتاج تحكي لحد من اصحابك، احكي لاصحابك كنوع من انواع الفضفضه، احكي لاهلك كنوع من انواع الفضفضه، وعشان الناس اللي حواليك لازم تبقى فاهمه انت بتمر بيه عشان تقدر تعذرك، ولكن انت محتاج مساعده عمليه. نرجع بقى للكلام العملي اكتر. ايه هي الفوائد اليوميه من ان احنا نفهم وندرك الدي ام ان؟ احنا خلاص فهمنا ان الشبكه ديت هي الشبكه المسؤوله عن الحاله اللي انت قاعد فيها باصص للسقف قبل ما تنام وعمال تفتكر في الماضي وبتخطط للمستقبل، وحتى لو انت مش واخد بالك بس هو زي الافكار عمال يجي لك. في 4 فوائد علميه. اول فايده ان انت تتوقف عن لوم نفسك. ازاي؟ في علم النفس ده تاثير اسمه زي ما كنت لسه قايل من شويه انك بتسلط الضوء على سبب المشكله. فحوار بص،
حوارك الداخلي مهم وحوارك الخارجي اهم، لان اللي بتقوله ببقك وانك بتسمعه ومخك بيسمعه لو وعيك بيحس بيه، فكل ده بيأثر في النواقل العصبية بتاعتك بشكل او باخر. فأجزاء من علم النفس بتتلاقى مع أجزاء من التنمية البشرية في إنك إزاي تتعامل مع نفسك. جزء من أجزاء التلاقي ديت هي فكرة إنك كلم نفسك بصوت عالي. عارف ان الموضوع كرنج، عارف ان الموضوع مبتذل، بس صدقني الموضوع مفيد. يعني انت كده كده اعتقد بتكلم نفسك بصوت عالي، فيعني كلم نفسك بصوت عالي صح. فاول حاجه الشبكه دي ادراكنا ليها بيقدر يساعدنا ان احنا نتوقف عن نوم الذات. ازاي؟ لما تصحى الصبح تكون قاعد لوحدك وتلاقي فجاه هجوم بالافكار السلبيه، سواء بقى ده بيجي لك، هو اغلبنا يعني علميا المفروض اغلبنا بيجي له افكار سلبيه او شعور غريب اول لما بنصحى، لان هرمون الكورتيزول عندنا بيبقى عالي. بس المهم حاول تفتكر ان افكارك السلبيه ديت، ذكرياتك اللي رجعت لك دلوقتي مره واحده، كل الحاجات ده مش انت بتنكد على نفسك، ده مخك حاسس ان انت ما بتعملش مجهود كافي حواليك، فاضطر ان هو يشغلك او تلقائيا بدأ يشغلك. فلما تحس بكده، بدل ما تندرج ورا الخاطره ديت، وقفها وقول انا بس محتاج اعمل حاجه تفيدني اكتر دلوقتي. آم، كانت في مقولة حلوة جدا كانت قابلتني، لحظة واحدة أحاول أجيبها. كان الإمام ابن القيم. اه الإمام ابن القيم وصف النقطة دي بالذات في كتابه باسم الفوائد. وأنا هقتبس الكتاب بقدر الإمكان. كان كاتب فيه بيقول: واعلم أن مبدأ كل علم نظري وعلم اختياري هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل. فادفع الخاطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، وإن لم تدفعها صارت شهوة، وإن لم تدفعها صارت عزيمة، وإن لم تدفعها صارت فعلا. فهنا ابن القيم كان يعني وصف حالة الاضطرار اللي بتحصل لنا بدون وعي كامل مننا بشكل كويس جدا. فزي ما كنا بنقول، أول حاجة بتيجي من الوعي دوت. أنا بس بحاول أوصل نفس الحتة في السكريبتات، الالتزام بالسكريبتات ده والله مش حتتي. المهم، أول حاجة احنا فين؟ معلش اصل انا غبي وحاطط كل السكريبتات في ملف واحد. اول حاجه وعينا بالنقطه ديت هيساعدنا ان احنا نوقف لومنا عن ذاتنا بان احنا نسمي الموضوع. لما تلاقي نفسك بتتسحل في حاجه انت مش مخطط انك تفكر فيها، او انت مش مخطط لها في يومك، فاعرف ان انت في اللحظه دي عندك وقت فاضي انت مش ماليه صح. تاني حاجة انك تحمي طاقتك اليومية. لما تعرف او بعد ما عرفنا ان الدي ام ان بيستهلك 20% من طاقة جسمنا وهي شغالة، لان فعليا الجزء ده في المخ عشان يشتغل فهو بيحتاج اكسجين، والاكسجين بيجي من تدفق الدم، فدي طاقة جسدية فعليا بتتحرق. فلما ندرك ده هندرك ان الاوفر ثينكينج او التفكير الزايد بيخلينا نحس بالارهاق وتعب الجسم الشديد حتى لو كنا قاعدين في السرير طول اليوم. الادراك ده هيخليك تفهم مع الإدراك الأولاني إنك تبطل تلوم نفسك، هيخليك تفهم إن أنت محتاج تحافظ على طاقتك بإنك تمنع مخك من السرحان السلبي المستهلك للغذاء والأكسجين في دمك. تالت حاجة إدارة العلاقات الاجتماعية. زي ما قلنا، بما إن الدي ام ان هو الجزء اللي مسؤول أو مهم من مهامه إن هو بيحلل مواقف الناس ونواياهم، theory of mind، فإدراكك ليه هيخليك تلقط مخك وهو بيألف أفلام اجتماعية. كلنا بنحب الدي دريمينج، كلنا بنحب نقعد نألف اللحظات اللي المفروض كنا نرد نقول فيها كذا، أو اللحظات اللي الفلان قال لي فيها كذا وكان قايل لي قبليها بفترة كذا، وحد صاحبه كان قايل برضه حاجة شبه ده. طب واضح إن هما الاتنين كده كان قصدهم حاجة، أو إن هما الاتنين مش بيحبوا. كل ده أفكار. أحد الأئمة في الإسلام، انا مش فاكر ولا فاكر مذهبه بشكل دقيق دلوقتي، بس هو كان قال حاجه حلوه قوي. عشان كان يتسال سؤال، آه كان يتسال سؤال اللي هو: انا لو فكرت في ذنب هل هحاسب على الذنب ده ولا لا؟ على فكره ان انا فكرت في ذنب، الفكره لوحدها مش الفعل، هحاسب عليها ولا لا؟
كان رده، انا مش هنسى رده الا ان كان رده بقى معناه انك لما بتفكر في حاجه فده مش انت. انت كشخصك انت محصلة افعالك، ولست محصلة افكارك. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انت فكرت دلوقتي انك عايز تروح الجيم، انت ما رحتش الجيم، هل جسمك بقى رياضي؟ لا. انت فكرت دلوقتي ان انت عايز تتعامل مع الناس برأفة ورحمة، بس انت ما اتعاملتش بده، بس انت كان في نيتك كده بس ما عملتش كده، فهل ده معناه ان انت الشخص ده؟ فلا. لا. فلو هنربط ده بكلامنا دلوقتي، فانت الجزء ده في المخ لما يبدأ يسرح معاك، بالذات في جزئية العلاقات لأن دي شائعة جدا، فما تاخدش أكشن عليها، وما تاخدش أكشن على أي لحظة مخك بيسرح فيها، حتى لو الأكشن ده إن أنت هتعتقد إن أنت الشخص اللي أنت بتفكر فيه. لأن أنت أفعالك اتجاه الناس، أفعالك اتجاه نفسك، أفعالك اتجاه مسؤولياتك، فأنت الفعل، أنت مش الفكرة. المهم، رابع حاجة التصالح مع فترات الخمول والراحة. لما بنعرف إن عقلنا وجزء الدي ام ان فينا عشان يربط المعلومات ويبدع بيحتاج طاقة، فمش هتحس بذنب الكسل، وده مصطلح مشهور علميا. لما تسيب الموبايل وتقعد ساكت 10 دقايق، لو انت بتريح ما بين الشغل، لو انت الشغل تعبك لدرجة انك اضطريت حسيت انك انت بس محتاج تقعد تفصل شوية، فخليك دايما فاكر ان وانت بتفصل مخك بيربط الحاجات ببعضيها. مخك بقى بيربط الحاجات دي ببعضيها، والاستغلال الصحيح للدي ام ان ده نقطتنا الجايه. فاحنا كده اتكلمنا في مفهوم الدي ام ان والسي ان، اتكلمنا في منظور او المنظور العلمي، سواء علم الاعصاب، علم النفس، علم الاجتماع، على الدي ام ان. تاثير الدي ام ان لما بينشط زياده عن اللزوم، او لما بيبقى خامل زياده عن اللزوم، وعلاقته ببعض الامراض النفسيه. والاربع فوائد اليوميه اللي نقدر نوصل لها من فهمنا وادراكنا للدي ام ان. النقطه اللي جايه هو علاقه الدي ام ان بالاهداف والعادات. بما ان حياتنا كلها زي ما انا كنت لسه قايل هي عباره عن شويه خواطر بتجيلنا، بعض الخواطر او الخواطر ديت ايا كان الاكشن او التصرف اللي هناخده بناء عليها ده اللي هيأثر في حياتنا. ف في موضوع العادات، الانسان لما بيكرر عاده معينه لفتره طويله، الدي ام ان بتاخد العاده دي وبتدمجها جوه قصتك او نظرتك عن الهويه بتاعتك. زي ما احنا قلنا الشبكه ديت جزء منها هو واحد من مكونات الايجو بتاعك، او منظورك عن الانا بتاعتك، عن شخصيتك. فلو انت متعود على الكسل، الدي ام ان بتصبغ هويتك الداخليه وبتحطها تحت عنوان انا شخص طبعا ما بيكملش حاجه لاخرها عشان انا كسول. لما تيجي تحاول تبني عاده جديده وايجابيه وتشغل الجزء المسؤول عن الحياه الخارجيه او شبكه السي ان، زي انك عايز تنزل الجيم، عايز تذاكر، عقلك الواعي بيحاول يشتغل، بس الدي ام ان بتشدك لورا. ده جزء من اجزاء المقاومه، وبتفكرك بالهويه القديمه بتاعتك، وبتسحبك لذكريات الفشل اللي حصلت لك قبل كده، وبتبدا تحافظ على ثبات القصه اللي هي عارفاها عنك. عشان كده تغيير العادات بيبدا اولا بتغيير الروايه الداخليه. زي ما قلت من شويه، التنميه البشريه بتتلقى مع علم النفس في اجزاء معينه. انا ما بحبش التنميه البشريه، مع كامل احترامي لاي لايف كوتش، انا مش بحب اللايف كوتشنج، بس ده جزء طلع فعلا مهم، ان انت تعدل حوارك الداخلي. مش انك تصحى تبص لنفسك وتقعد تقول انا قادر اعملها والكلام ده، بس لا، حوارك الداخلي اليومي، حوارك الداخلي اللي بيحصل لك وانت مش واعي بيه، او انت مش مركز فيه، بلاش وانت مش واعي بيه ده. فالمهم ده كان تأثير او علاقة شبكة الوضع الافتراضي بالعادات، علاقتها بالاهداف. هنا بنكتشف، او علم الاعصاب، علماء الاعصاب اكتشفوا معضله مهمه جدا، ومنهم عالم اسمه شارد رانجراثان، اسمه غريب قوي. المهم اللي وضح ان المخ كائن توقعي، احنا كائنات بريدكتيف، تحت مسمى او تحت سؤال ليه التخيل الايجابي المفرط للاهداف ساعات بيجيب نتيجه عكسيه. في الفيديو بتاع الاهداف انا كنت اتكلمت عن ان اندر هيبرمان كان قال في الفيديو بتاعه ان في حد معين لازم ما نتخطاهوش لما نبدأ نفكر في مستقبلنا، ولما نبدأ نتخيله. الحد ده هو اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. لما بنقعد نسرح بالساعات وبنتخيل نفسنا ان احنا نجحنا، معانا الفلوس اللي احنا عايزينها، اتجوزنا البنت اللي احنا بنحبها، جبنا العربية اللي نفسنا فيها، بنيت البي سي اللي كنت بتحلم بيه،
وضعي الحالي بدأت أعمل المحتوى اللي كنت بفكر فيه بقالي 5 سنين. ففي اللحظة دي لما بتفضل تفكر في الموضوع فبتبقى فخور بنفسك. الفخر بنفسك دوت بيترجم ان الدي ام ان بتاعتنا بتعمل محاكاة كاملة للسيناريوهات ديت، عشان ده اصل حاجة من الحاجات اللي هي مسؤولة عنها. هنا ايه اللي بيحصل يا معلم؟ هنا انك لما بتقعد تسرح بالساعات ديت والدي ام ان بتاعتك بتقول لك خلاص احنا عملنا اللي احنا عايزين نعمله، الموضوع ده بيتربط بمراكز المشاعر، فبتخلي مخك يفرز دوبامين. الدوبامين ده يحسسك براحة والنشوة الكاملة، كأنك حققت الهدف ده بالفعل. النتيجة بتحصل في الآخر إيه؟ إن مخك بيجيله إشارات استرخاء ورضا. فالشغف بتاعتك والطاقة والدرايف بتاعك اللي أنت محتاجه عشان تنزل الشغل، عشان السي ان بتاعتك تشتغل فعلا وتبذل مجهود حقيقي وتعب عشان الهدف ده، كل ده بيتبخر. فالدي ام ان هنا خدرتك بالهدف بدل ما تدفعك ليه. ده ليه؟ عشان تسيب نفسك لأحلام اليقظة. أحلام اليقظة ده هيبقى إن شاء الله أعتقد الفيديو الجاي أو اللي بعديه. فالدي ام ان عشان تخليها تشتغل معاك في الاهداف كويس، حاول تغذي نفسك، والتغذية دي حاجة هنجيلها دلوقتي. تغذي نفسك بمعلومات تهمك عشان تحقق هدفك، سواء فيديوهات بقى انت بتتابعها، بودكاست. انا عن نفسي بقالي فترة بعمل حاجة لطيفة جدا، انا بحب اقعد العب في نوعيات العاب. الجيمرز بيبقوا عارفين في نوعيات العاب هي لحد ما يعني مش بتحتاج مجهود وانت قاعد بتلعب، مش محتاج انك تقعد تفكر كتير. انت بتبقى قاعد بتلعب بس. اي لوتر شوتر انت قاعد بتلعب بس. اي هاكن سلاش انت قاعد بتلعب بس. بتركز في الكومبوهات مع شوية، مع ساعتين بتلاقي نفسك خلاص ايدك حفظت الكومبوهات. فانت قاعد بتلعب بتبقى مش بتفكر في حاجة. انا وانا قاعد بلعب اي لعبه من النوعيه ديت بشغل بودكاست بسمعها، مش هبقى مركز فيها 100%، بس دماغي بتلقط حاجات. فالدي ام ان مع الاهداف استخدمها في ان انت وقتك الفاضي، وقتك اللي انت ايه عايز تقعد تريح فيه، شغل حاجه جنبك بتسمعها. تاني مش شرط تركز فيها، ما تبقاش بيرفكشنست، فكك من الكماليه، القط كلمتين احسن ما تلقطش اي حاجه. ده ياخدنا للنقطة السادسة واللي قبل الأخيرة. أنا هبدأ بقى ألخص الكلام أكتر. إزاي تعرف الدي مان عندك شغال معاك ولا ضدك؟ دي واحده من اكتر التجارب اللي انا قريت عنها كتير في حياتي، واكتر التجارب اللي انا بحبها عشان بجد عبثيه فشخ. وعلماء النفس في جامعه هارفارد عملوا دراسه مشهوره جدا، لقوا فيها ان الانسان بيقضي حوالي 47% من وقت صحيانه في حاله سرحان او مايند واندرنج او دي دريمينج. نص حياتنا يعتبر الدي مان هي اللي سايقه فيه. طيب ازاي تعرف الشبكه دي بقى شغاله معاك ولا ضدك؟ هنا هنقيسها من خلال تجربه عملها تيموثي ويلسون سنة 2014 في جامعة فيرجينيا. ويلسون جاب شوية ناس قعدهم في أوضة، قال لهم انتوا هتقعدوا لمدة 15 دقيقة ما بتعملوش أي حاجة. هل الأوضة ما فيهاش أي حاجة؟ الأوضة فيها زرار. الزرار ده هم كانوا عارفين إن لو اتك عليه هيكهربهم. حلو. أنت دلوقتي بدماغك متوقع إيه اللي حصل؟ أنت قاعد في أوضة ما فيهاش أي حاجة، فيها زرار بس هيكهربك، وقدامك ربع ساعة، هتعمل إيه يا ابن الحلال؟ النتيجة إن 67% من الرجالة و95% من الستات اختاروا إن هم يدوسوا على الزرار. اختاروا إن هم يصدموا نفسهم كهربائيا بالوعي، مش غصب عنهم، لمجرد إن هم مش قادرين يتحملوا إن هم يقعدوا ربع ساعة مع نفسهم. مش قادرين يتحملوا قاعدين ربع ساعة مفيش أي حاجة بيعملوها. فالشبكة الداخلية بتاعتهم مش مساعداهم إن هم يقعدوا مرتاحين ربع ساعة من غير ما يعملوا حاجة. هنا تقدر تعمل لنفسك اختبار وتشوف سرحانك طبيعته إيه. لو قعدت لوحدك لفترة ولقيت إن أنت بتفكر أو بتسرح في إنك بترتب أفكارك، في إنك بتخطط لمستقبلك، في إنك بتفكر في مشكلة عندك وبتحاول تحلها، ولقيت نفسك إنك طالع بعد الربع ساعة ديت مرتاح مش متضايق من حاجة، فأنت كده الدي ام ان شغالة، الدي ام ان شغالة معاك تمام. النقيض يبقى هي مش شغالة تمام. لو قعدت لوحدك ولقيت مخك فورا راح لذكريات تنكد عليك، راح إنه يبدأ يجلدك، بدأت تحس إن أنت ضيق في الصدر. عارف أنت الشعور بتاعت اللي هو حاسس إن في حاجة تقيلة هنا ونفس تقيل.
بدأت تحس بتوتر، بقلق من بكرة، بقيت بتهرب من القعدة، بتحاول تمسك الموبايل، بتحاول تدور على أي حاجة تخدر بيها مخك، فأنت الديفولت مود نتورك عندك مش شغالة كويس. طيب لو شغالة معاك كويس تعمل إيه؟ في حاجتين قال لك تعملهم. ده أول حاجة فيهم التغذية، دي اللي أنا اتكلمت عنها من شوية. مخنا عامل زي جسمنا في نقطة معينة، اللي أنت بتدخله هو بيستفيد بيه أو بيأذيك بيه. جسمك لو بتاكل جانك فود هتبدأ تتخن، لو بتاكل هيلثي فود هتبدأ تحس انك احسن. مخك لو قاعد طول اليوم عمال تسكرول، ما بتعملش اي حاجة مفيدة، ما بتعملش اي حاجة مسلية بالنسبة لك نافعة، يعني مش بتعمل هواية انت بتحبها، مش بتخرج خروجة انت بتحبها، انت بس قاعد بتسكرول بتضيع وقتك، بتابيوز سبستنس معينة. فكل الحاجات دي هتخلي الدي ام ان عندك سلبيه. فلو هي شغاله معاك تمام، عززها بان انت تدخل لها داتا مفيده، اسمع بودكاست عن مواضيع بتحبها، اتفرج على دوكيومنتريز، اقرا مقالات، انزل اتمشى، اقعد اتفرج على الطبيعه، مديتيت، الحاجات دي كلها هتخليها شغاله معاك بشكل اصح. وتطبق حاجه اسمها الملل الصحي او الريستورتيف بوردم، بناء على نظريه استعاده الانتباه. دي نظريه ممكن تسيرش عنها. خلي في من 10 ل 15 دقيقة في يومك اتمشى في مكان مفتوح، بص على طبيعة، حاول ما تفتحش موبايلك، سيطر على انتباهك وتركيزك انه يبقى باصص على الحياة حواليك. ده بيبدأ يساعد الدي ام ان ان هي تعمل سوفت ريست لذاكرة المخ اللحظية، بتنظف الافكار بتاعتك. طيب لو شغالة ضدك هنعمل ايه؟ في بروتوكولين. طيب لو شغالة ضدك زي ما احنا قلنا، انت هتلاقي نفسك قاعد في حالة نكد، قلق، وتفكير زيادة عن اللزوم. علم الأعصاب هنا بيقدم حل اسمه نموذج الشبكات الثلاثية أو الترايبل نتورك موديل. ده للعالم فينود مينون ماشي. زي ما شرحنا، المخ بيحكمه شبكات رئيسية. الشبكات ديت علميا مستحيل يشتغلوا سوا، اللي هما الدي ام ان والسي ان. دول دايما بيشتغل واحدة بتشتغل التانية بتطفي، والعلاقة بينهم عكسية. عشان كده لما الدي ام ان تحبسك جوه أفكارك، الحل هنا مش انك تقاوم الفكره وتقول انا مش هفكر. مقاومه الشيء بتزوده. اشهر تجربه اتعملت، او اشهر مثال بيتضرب، اللي هو انا لو قلت لك ما تفكرش في فيل، اول حاجه هتفكر فيها هي الفيل. فانت لو عندك افكار سلبيه وقلت لنفسك انا مش هفكر في الافكار السلبيه دي، اول حاجه هتفكر فيها هي الافكار السلبيه. فالحل هنا في بروتوكولين. البروتوكولين دول الهدف منهم ان هم يشغلوا السي ان شبكه الوظائف الخارجيه، ويهدوا الدي ام ان شبكه الوضع الافتراضي. اول بروتوكول تريجر وورنينج لاي حد راح لدكتور نفسي. والبروتوكول ده طلع ترند فتره، فيعني اتمنى ان احنا نقدر نستخدمه بشكل صح. بروتوكول كسر الاشاره الحسيه، تمرين 5 4 3 2 1. الا وهو انك هتركز في 5 حاجات شايفها بعينك: كرسي، ساعه، لابتوب، قلم، ستاره، جزمه، سجاده. هتركز فيها وتركز في تفاصيلها. تاني حاجة هتركز في 4 حواس حاسسهم بجسمك: درجة حرارتك، تنفسك، حس بقلبك، حس بملمس الهدوم على جسمك، امسك تلج. مسكة التلج دي مفيدة جدا. تالت حاجة هتركز في 3 أصوات أنت تسمعها دلوقتي. رابع حاجة هتركز في ريحتين أنت شاممهم. آخر حاجة هتركز في حاجة واحدة ضايقها في بقك. وهنا لما بقول تركز أنا بتكلم إنك تركز. الإزاز ده مرسوم عليه دايرة، إطار خارجي للدايرة شبه مفرغ، محطوط عليها حروف، محطوط عليها كلمة، شكله عامل كذا، ممكن تلمسه ملمسه عامل كذا. ركز، مش جو شقلب وقلب. التمرين ده عصبيا بيجر المخ إن يسحب الدم والطاقة من عمق مركز الأنا اللي احنا قلنا في الأول، اللي هو واحد من ال3 مراكز، ويحطه في القشرة الحسية، ويجبر السي ان ان هي تستلم حياتك دلوقتي. انت بتطلع نفسك من الاوضه تقعد في البلكونه حرفيا. تمام. ده اول بروتوكول. تاني بروتوكول، ويعني البروتوكول دوت انت ليه تطبيقين او ليه طريقتين تطبيق. اول بروتوكول انا قلت هو ده، يعني ده هو ده تطبيقه. تاني بروتوكول، البروتوكول ده الهدف منه برضو انك تشغل السي ان ان من خلال انك تعمل حاجه اسمها مايندفولنس او اليقظه الذهنيه كعلاج.
اليقظة الذهنية ديت محطوطة لعلاج القلق، الاكتئاب، التوتر. اليقظة الذهنية دي حاجة من التمارين اللي ناس كتير بترشحها. طيب ايه الطريقتين اللي ممكن تعمل بيهم ده؟ أول طريقة والشائعة هي المديتيشن. أصلا واحد من التستس اللي كنت قريت عنها إنك تعرف مدى نضج أو مدى قوة الديفولت مود نتورك بتاعك. اقعد مديتيت، اقعد مديتيت لحد ما تبدأ تحس إن أنت قاعد مش مرتاح. وانس انك تبدا تحس انك قاعد مش مرتاح، كمل مديتيشن. اغلب الناس وانا واحد منهم، انا بحاول امديتيت في اليوم مثلا تلت ساعه اول لما اصحى. فانا ان شاء الله النهارده هحاول، او بكره بقى هحاول امديتيت ساعه. اكتر من حد لما جم يجربوا الموضوع ده لقوا ان هم بعد تلت ساعه بيبداوا يحسوا ان هم مش مرتاحين، فدماغهم بتبدا تديهم اسباب ان هم المفروض يتحركوا عشان قوم من مكانك عشان كذا. لما بيفضلوا يكملوا، اغلب الناس اول لما وصلت لان هم قعدوا يمديتيتوا 15 دقيقة زيادة لقوا نفسهم ان هم دخلوا في حالة هدوء فعلي. فدي اول طريقة، مديتيت. حط لنفسك وقت انك تقعد تمديتيت فيه. المديتيشن مش ان انت مش لازم تقعد مربع، مش لازم تقعد عامل بايدك كده. المديتيشن انت قاعد في وضع انت مرتاح فيه ومركز على تنفسك بس. يفضل تكون مغمض عينك عشان تقلل التشتتات اللي حواليك. يفضل تكون في مكان هادي عشان تقلل التشتتات السمعية بتاعتك برضه اللي حواليك، وركز على تنفسك. المديتيشن ملوش قاعدة معينة. المديتيشن يعني لينا كبني ادمين عاديين، احنا مش رهبان، احنا مش مونكس. المديتيشن بتاعنا انت بس بتقعد في وضع مريحك. لما بتبدا لو حابب انك تقعد تقرا في المديتيشن اكتر، فانت هتلاقي ان في كذا نوع منه. في المديتيشن وانت قاعد، في المديتيشن وانت نايم سوري، في المديتيشن وانت ماشي، وكل واحد ليه صعوبته وليه الفوائد منه. بس المهم، تاني بروتوكول المايندفولنس، اول تطبيق له المديتيشن. تاني تطبيق له، وده اللي انا بحاول اشتغل عليه اكتر، انا مش كائن مثالي، الا وهو الخشوع في الصلاه. اعتقد مش محتاج اقول اي حاجه اكتر من كده. الخشوع في الصلاه هنا ان هتطبق نفس اللي انت هتعمله وانت بتمديتيت، بس هتعمله وانت في الصلاه. فانت وانت بتصلي هتبقى عارف ان مفيش حد هيقاطعك، فانت تخلصت من جزء ان يبقى فيه اي ضوضاء سمعيه حواليك. وانت بتصلي انت المفروض باصص لنقطه معينه في الصلاه، الا وهي موضع السجود. فانت تخلصت من اي مشتتات ذهنيه. المشتتات السمعيه بتتخلص منها اكتر ان وانت بتصلي بتقرا القران. المفروض بتقراه بنبره تكون الى حد ما مسموعه، لو مش صلاه جهريه تبقى على الاقل مسموعه ليك. الخشوع في الصلاة تقدر تستخدمه في ان انت تهدي جهازك العصبي كله وتنظف الديفولت مود نتورك بتاعك، انك تركز على صلاتك، تركز على القرآن اللي انت بتتلوه وبتسمعه. دي حاجة هتساعدك ان هي تعمل ريست. بل بالعكس، انا من الداعمين لفكرة ان انت تحاول تطبق المايندفولنس من خلال الصلاة والمديتيشن طبعا، بس من خلال الصلاة اكتر لسبب واحد، لان هي الصلاة انت المفروض بتصلي 5 فروض في اليوم. فانت معاك على الاقل 5 دقايق، على الأقل 25 دقيقة متقسمين على مدار يومك، 5 دقايق في 5 دقايق في 5 دقايق، فيساعدوك أكتر إنك تبقى بتريست دماغك على مدار اليوم. احنا كده خلصنا شباب. الديفولت مود نتورك أو شبكة الوضع الافتراضي هي ميزة لينا كبشر جاية من الوعي بتاعنا، وهي اللي بتخلينا كبشر نقدر نخطط لمستقبلنا، نتعامل مع أخطاء الماضي، نبدع ونحس ببعض. هي هديتك لو انت سايقها وعارف ازاي توجهها صح وتخليها تنقل ما بين الدي ام ان والسي ان. ولو سبت لها الليله وهي اللي تسوقك، فانت هتفضل مسحول في حاله من النكد والتدمير السلام النفسي. طبعا ده لا يتناقض مع فكره ان في ناس فعليا بتبقى مسحوله في السحله ديت غصب عنها، لان عندها مرض ذهاني له علاقه بان في مشكله في كيمياء المخ. وربنا يكون في عوننا كلنا، وربنا يكون في عون الناس ديت. الهوم ورك بتاع الاسبوع دوت ان عايزك تكون، تخيل دماغك في امتحان وانت المراقب عليها، عايزك تكون المراقب لدماغك. واول لما تحس وتاخد بالك ان الدي ام ان بتاعتك بدات تسحلك في سيناريوهات سلبيه او جلد ذات، اقطع ده فورا. شغل السي ان بانك تطبق واحد من البروتوكولين دول. ويفضل انك تطبق بروتوكول الخمس حواس، او انك تقوم تتوضى وتصلي حتى لو هتصلي ركعتين بس. وبعد ما تجرب ده على مدار الاسبوع، خلينا نرجع هنا
ونشارك سوا كل واحد فينا حس بايه. تاني انا مش عارف الفيديو دوت مدته هتبقى قد ايه. انا هحاول اصلح الصوت. الواحد بالمية في المية اللي بيكمل الفيديوهات للاخر انا بحبكم. اشوفكم على خير يوم الفيديو ده هينزل الاربعاء. اشوفكم على خير يوم الجمعة. موضوع يوم الجمعة حلو ايه؟ انا نسيت. استنوا كده نشوف سوا. موضوع يوم الجمعة هيبقى ان شاء الله عن نوبات القلق وازاي نسيطر عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب في يا ابني النهارده بقى عايزين نروح.